هلا والله حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب دوم بخير وصحة وعافية وانتم تشوفون هذا الفيديو. وكنت رجعت لكم فيديو جديد، روتين جديد. اليوم روتيننا كلش حلو وممتع، وشاركتكم هواي تفاصيل فيه، ومن ضمنها مثل ما جاي يشوفون تعزيل المسواق. طبعا هذا المسواق مالتنا بنات، يعني اجبان مال 5 ايام 6 ايام هيك يعني. فهنا بنات هاي الاجبان القطعة على 500. طبعا لا تنسون حبايب صلوا لنا على النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب هذا المسواق مالتنا، هاي القطعة على 500 تقريبا صار علينا 16 ألف. هذا ب4 ألف بنات، بس بالعرض أو بالخصم صار كل هذا المسواق 11 ألف تقريبا، يعني بالعروض أو الخصومات أو هاي السوالف يعني. هاي القطعة على 500، طبعا هو كله صار 16 ألف، وبالخصم صار 11 ونص تقريبا هيك صار. هاي الأجبان كلها. طبعا اكو بنية كاتبت لي ليش فتحت الأجبان كلها؟ حبيبتي هو هذا الريوق مالتنا، احنا اليوم اللي نسوي بيه بيض وهاي يعني ما نخلي هواي أجبان، واليوم ماكو يعني ما نسوي بيض نخلي الأجبان، يعني نفتح أجبان أكثر من وحدة، لأن احنا عائلة يعني مو واحد واثنين. اي، واحنا بنات شلون اقولكم يعني الريوق مالتنا تقريبا يصير يعني الساعة 12 ونص، يعني هو ريوق هو غدي هيك يعني. فنخلي يعني وجبة كاملة مو شوية شوية، لأن هم كلهم يقعدون يعني جوعانين الساعة 12 تقريبا أو 12 ونص، والله مرات بالوحدة، لأن هسه تعرفون ماكو شي، سهرانين الليل كله شو اسمه ونقعد الظهر. فهيك تصير عندنا، ومرات يعني تصير وجبة غدا وماكو عشاء، ومرات هيك يعني هيك وهيك. فلهذا السبب يعني مرات افتح جبان هواي، لان شنو ما مسوين بيض وياها، لان شنو احنا بنات عندنا حساسية من البيض، فمو دائما ناكل بيض الصبح. فنخليها يعني مرة جبن بيض، مرة جبن، مرة بيض بس بيض هيك يعني. مرات نسويها طماطة بوتيتة هيك. احنا نحب الريوق مالتنا، يعني قلت لكم هو مو ريوق يعني الساعة ب7 وبالساعة ب8 يعني نموت واحد يخليه هيك. فاحنا هذا الاكل مالتنا. اتمنى يكون فهمتي علي حبيبتي. طبعا اليوم الفيديو كلش حلو وممتع. هنا غسلت لهم ماعين. طبعا حابة اشكركم على التفاعل هذا الحلو، ربي يحفظكم ان شاء الله ويخليكم، وبيكم ما خليتوا لي لايك وشيرتوا للقناة على مود تصعد اكثر واكثر ونستمر وياكم. طبعا انا شفت الفيديو اليوم صعد 1000، فقلت خلنا منتج هذا الفيديو بسرعة، يعني انا ما عندي وقت والله، فقلت بسرعة بسرعة خلنا اسجل لكم اياه. انا منتجته تقريبا. هنا بنات طبعا بالليل هاي غسلت لهم ماعين اخر شي، يعني هنا طبعا سوينا تبسي او تمن، بس انا شنو ما صورت لكم، فمرات اصور ومرات ما اصور. طبعا سويت بنات تبسي صحي. هسه شلون هاي تبسي صحي؟ اي والله دائما اسوي حبايب الباذنجان، يعني بسوي الباذنجان اخليه يعني زيت زيتون قليل، واحمس البصل والفلفل، يعني احمسهم ما اخلي له طماطة، خلي له معجون احسن. ويبقى شو اسمه البوتيتا يعني اعزلها على صفحة اسلكها، واخلي لها يعني بهارات منكهات، واحمس البصل والفلفل، يعني قلت لكم شوية زيت زيتون تخلون تحمسونه كل الزين، يعني تحسونه يعني يشوح. وبعدين تضيفون الباذنجان عليه، وبعدين تجيبون البوتيتا المسلوقة هم تضيفونها فوق الباذنجان، وبعدين تكون حاطين معجون وكجر وشطة ودبس رمان، يعني كاسة تكون زينة على قد القدرية مالتكم، وتديرونها فوق. فراح تاخذها يعني تقريبا نص ساعة حبايب إلى ربع ساعة راح تستوي عندكم، لأن تعرفون الباذنجان يعني ما ياخذ وقت. هنا كملنا غسل المواعين، وهنا نقول لكم صباح الخير. طبعا هنا ثاني يوم الصبح سوينا همينا ريوق سياحة وبيض تشوفون هنا. طبعا انا هاي الطريقة احمد البنات، لين احسن ما تتحرق ايديا وما تتشوه. احمد تو هاي خلاص احتفظت فيها وقمت اسوي السياحة بهالطريقة. هم السياحة تصير خفيفة، وهم السياحة كبيرة، وهم اهم شي يعني يديك مثل تتحرق بالطاولة.
ايه حبايبي، هنا نسوي البيض. هواي هذا وايد كتف خلينا زيت بنات، وخلينا بصل مثل ما شفتوا. هنا جاي طق البيض. اوكي بس هي حبيت هنا. هنا طقينا البيض. اليوم ريوقنا ببيض هنا. فقلت لكم يعني بالريوق مرات يعني شلون اقول لكم وياها مرات جبن مرات بيض، مرات جبن وبيض هيك يعني. ليه احنا عندنا جماعة ما ياكلون بيض، مرات احنا ما ناكل بيض ناكل جبن، مرات ناكل بيض وما ناكل جبن، مرات نسوي طماطة ويا حمص همين. قلت لكم لين مو ريوقنا ب8 ب9 هيك يعني. احنا ريوقنا تقريبا الساعة ب12 لين نبقى. حتى لو نقعد احنا من الصبح همين انا ما اتريق، ابقى يعني من لما يقعدون الجهال وهاي. يلا اكمل انا الشغل اللي عندي وبعدين ارجع. هنا سهمنا وسهمكم العافية حبايب. شلون سياحة تلوق لحلوقكم، شوفوها بنات. والله العظيم انا من عشاق السياح، بس خربني الدايت بنات. قمت موشي يعني ما اكل. هنا بنتي طبعا هنا عشاء. هنا عشاء سوت سباكيتي. هنا بنات خلت زيت ومية وملح وخليته يفور، وبعدين نزلت السباكيتي بعد ما استوى. هنا شوفوا هنا طبعا هاي البخار مال الجدر. هنا عندنا استوى. هسه راح نسوي الصلصة بنات. طبعا انا ما اعرف الصلصة، بس يعني احاول اترجم لكم اياها ولو شوية تستفادون من يمها. بس هي كلش طيبة بالمعكرونات. هنا خلى الزيت وطحين بنات تقريبا خاشوقتين كل خاشوقة. وهنا خلت حليب ونشا بنات. هنا عندنا طماطة مبشورة بعد ما احتمس. طبعا انا ساعدت لكم اياه كل الزين. هنا خليت همين طماطة مثل ما شفتوا شوية ماي على مود ما اضيف زيت هواي، وراح تحمس بيه تبقى يحمس. هنا خلت زبد شوية همين. وهنا صار القوام كريمي. عشاق المعكرونة هاي تفيدكم. طبعا انا كلش ما احبنها والله. بنات هنا شوفوا بلشت تفور. هنا اضافت لها معجون، وراح تبقى همين تحرك بيها من هنا لما يحمس المعجون كل زين. يلا تضيفي السباكيتي هنا. هاي بنات طبعا انا مسرعة الفيديو ومختصرته كلش هواي على مود ما ياخذ وقت طويل، وما اريد الفيديو همين يطول عليكم ويصير مو حلو. هنا خلصت. وهذا السباكيتي شوفوا بنات يجنن طعم المطاعم بنات، كلش طيب. هنا بنات نظفنا تنظيفه للمطبخ. طبعا هنا اخذت الكاونتر مسحته. طبعا جماعة الانستا مستفادين انزلهم اليوم بيومه دائما يعني مستمرة. انشر اليوم بيومه، مرات والله ولا انشر همي. اي والله فحسب المجال اللي عندي. بس بالانست انشر يعني تعرفون يا ستوريات او على الحالة او القصة، فين يعني بسرعة تصير، مو مثل اليوتيوب تمنتج وتسجيل صوت وهاي. هنا بنات طبعا شلت الحصيرة البرتقالية وخليتها الحصيرة الصغيرة. خلصنا. بقت عندي هنا المجلدة. اشتغل السحق. هنا المجمدة همين جلفتها. خلص حبايبي يعني السحقة ما راح اشيلها، راح اعوف انا بالفيديو. هنا بنات طبعا هنا حبايبي المجمدة جلفتها بجلافة يعني زاهر، وقعدت اجلب فيها. بعدين راح بخاولي همين اغسل خاولي وانظفها كل الزين. طبعا اشارككم مقتطفات يعني شوي قصيرة مو كلها طويلة، اسجل لكم الفيديو كامل بس بالمجمدة. حبايبي اذا وصلتوا هنا لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة دعما لي، خلوا اللايك واشتراك. طبعا هنا شنو حبايب خلصنا كفينا نظفنا البيت الحمد لله والشكر. طلعت هاي الحصيرة بنات. طبعا هاي كلش تضوج لان هي خشب وتضوج والله بالغسل وبسرعة يعني، لان هي لونها كلش برتقالي وتفضل.
فكلش يعني تضوج. هنا خليتها بالحوش أو الجراج مالتنا وقاعدة تناطط على نباتاتي. طبعا هواي سوينا سدات فالشمس ماكو، ما أعرف شلون أسوي يحسن يعني هذا القناة الشفافة على مود الشمس تدخل. هنا أنا قاعدة أغسل بهاي الحصيرة، راح أغسلها وياكم بعدين راح نغسل الحوش مالتنا. وإن شاء الله يا رب اليوم الفيديو مالتي عجبكم ونال استحسانكم، لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة، ولنا أقولكم مع السلامة وانتظروني فيديو جديد إن شاء الله. باي حبايب.